السلام عليكم، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد، ودي شقة عروسة جديدة ما شاء الله. ربنا يملها لها يا رب كده بالخير والبركة. دي شقة حبيبتي برضو، بنت خالي مش غريبة عليا. الشقة دي في اسكندرية، بسم الله ما شاء الله على ذوقها الجميل. وشقة برضو جميلة جدا ما شاء الله. في كل حاجة ذوقها جميل جدا. هادية ورقيقة في كل حاجة كده في شقتها. اول حاجة كده دي الصالة. شقتها اوضتين وصالة. دي دخلت الشقة بقى بسم الله ما شاء الله، ده 2 نيش. يعني بدل ما هو بيبقى نيش ضرفتين، لا دول 2. نيشين كده ما شاء الله، حاجتها جميلة. بس مرصوصة ازاي، متناسقة الألوان بتاعتها. الطقم الصيني بتاعها كبير جدا وجميل ما شاء الله. طبعا هو النيشين دول مش مكفين يعني الحاجة بتاعتها، يعني في حاجات بتبقى شايلها تاني في كراتين كده، هي شالتها تحت السحارة بتاعت الركنة. بصوا الضرفتين كده، حاجات كلها ذوقها بجد جميل جدا. شايفين؟ ده النص التاني بتاع طقم الصيني. واللي تحت دي ادراج برضو فيها حاجات تاني. والصالون بتاعها بجد جميل جدا، والستارة كمان لايقة عليه قوي. وشايفين الستارة شكلها عامل ازاي؟ على فكرة يا بنات، القناة بتاعتي مش قناة يعني ان انا بعرض فيها شقق عرايس ولا حاجة. لا انا مش مغيرة محتوية ولا حاجة، لا انا بس بدي افكار كده للبنات اللي داخلة على جواز، تفيدها ان شاء الله. وحابين يعني افكار جديدة في الفرش، في طريقة تنظيم النيش او فرش الشقة، او السجاد اللي يليق على الصالون. الحاجات دي كلها بتفيد البنات. دي كده اوضه النوم اللي احنا داخلين عليها دي، بسم الله ما شاء الله، كانت الوانها جميله جدا. الالوان فيها بهجه كده، والوان بجد مفرحه للعين يعني. والوانها كانت موسعه المكان. تملي الاماكن لما بتبقى على قد شويه كده وتعملوا الدهانات الوان فاتحه، او الستاير بتبقى بالوان فاتحه، بتوسع المكان بجد. بصوا السجاد ما شاء الله لايق قوي على الفرش، وعلى الالوان اللي في الكابتون اللي في السرير. نفس اللون السجاد ده ما شاء الله. ودي التسريحه بتاعتها كانت مليانه الله اكبر. ده اللي هو النيش المساعد الصغير. ده برضو كانت هي مستعملاه في المكياجات والبرفانات بتاعتها. بسم الله ما شاء الله، حاجاتها كتيرة، ربنا يبارك لها فيها يا رب. وكلها حاجات من الغالية طبعا، وحاجاتها جميلة جدا. ربنا يبارك لها في شقتها يا رب، ويملاها لها بالخير والبركة. دي علبة الميك اب دي جميلة جدا برضو، كلها حاجات من الغالية ما شاء الله يعني. ده الدولاب كده برضو، خامة الخشب عندها كلها جميلة ما شاء الله. ده كده هنا أول حاجة درفة الشتوي هنا مع الشماعات، بجد مرصوصة بشكل جميل جدا. والمفارش الصغيرة دي برضو بتدي منظر جميل جدا للدولاب يا جماعة. مش هتفرق يعني لما تجيبوا آه، كيسين يعني للمفارش الصغيرة دي، بس بجد بيدوا شكل جميل جدا للدولاب. ودي الضرفة التانية، دي كانت للمفروشات والفوط والحاجات دي برضو. الفوط مرصوصة برضو بطريقة جميلة جدا. ما شاء الله الفوط بتاعتها كانت كتيرة جدا، وكلها من الغالية، وكلها أشكال زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله يعني. حبيبتي يا مي، ربنا يملاها لك يا رب بالخير والبركة كده ان شاء الله. وان شاء الله تقومي بالسلامة. هي اتجوزت طبعا وربنا كرمها، ربنا يكرمها يا رب بالذرية الصالحة. دي كده الضرفة الأخيرة، دي فيها الصيفي. وطبعا ضرفة العريس طبعا معاها، وفيها شماعات. بس كده كان الدولاب ده كده خلص. بصوا اللي انا كان عاجبني اوي ما شاء الله السرير بتاعها والمفرش، بجد هادي وجميل جدا. كانت حاطه برضو تحف رقيقه جدا. دي البلكونه.
البلكونه بتاعتها هي ما حبتش ان هي تستغلها في ان هي بلكونه بس، لا هو ما شاء الله العريس حب يستغلها. الدولاب، عامل لها الدولاب ده في المطبخ، شالها طبعا حاجات كتيره جدا جدا، كانش لها مكان في المطبخ. الدولاب ده كبير جدا، شايل لها حاجات كتيره قوي. كانت هي محتاره طبعا هتحطها فين، بس الدولاب ده طبعا فكلها أزمة جامدة. بصوا شايفين، شايلها حاجات زيادات كتيرة جدا، وكوبايات وحاجات بلاستيك وحاجات زيادات بتاعة المطبخ. بصوا دي فكرة جميلة جدا برضو اللي عندها المطبخ صغير، بتستغل جزء كده من البلكونة وتعمل فيه الدولاب ده، بيفيدها كتير. آه، فطبعا بيوفر في المكان. ودي فكرة جميلة جدا للبنات اللي مطابخها صغيرة، او مش هيكفي يعني حاجتها، او هي جايبة حاجات بزيادة زي ما يويا كده، ربنا يبارك لها في حاجتها. دي كده دخلت المطبخ والحمام. ما شاء الله الستاير بجد كانت تحفة. الستاير جميلة جدا بجد، ذوقها عالي. ده كده باب الحمام، الباب كان الله اكبر بجد، شكله جميل جدا جدا. هو ما شاء الله جوزها طبعا بيشتغل في الحاجات دي، فهو طبعا عاملهم كده على روقان يعني. حاجتها بجد جميلة، والخامة بتاعت البيبان والقلموتان جميلة جدا. دي كده دي كابينة للشاورات والشامبوهات تحت الحوض. الحمام بتاعها طبعا يعني حجمه برضو حلو ومش ضيق، لا حلو، شايلها حاجتها كلها ما شاء الله. كده هندخل بقى على المطبخ. بصوا المطبخ مساحته مش كبيرة قوي، بس طبعا المطبخ اللي هي عاملاه شايلها حاجات كتير. وزي ما انتوا شفتوا الدولاب اللي في البلكونة، هي بجد مستغلاه في حاجات كتيرة. كانت ما كانتش عارفة هي تحطها فين في المطبخ، لان انتوا شايفين المطبخ برضو مش كبير قوي. بس طبعا المطبخ اللي من فوق ده مساحته حلوة وشايلها حاجات كتير يعني. بصوا هنا حاطة طقم الحلل، وهنا حاطة الأجهزة الكهربائية زي الكبة والهاند بلندر، وهنا عاملة الصفاية دي. شايلة لها برضو حاجات كتيرة جميلة. بصوا حاطة الكوبايات اللي هي تستعملها على طول، والأطباق. آه، والضرفة دي برضو فيها كوبايات وكاسات زيادة، واللي هو طقم السمك ده. وهنا الطقم الجرانيت فوق، وهنا الطقم بقى طقمة كاسات وكوبايات عصير، وهنا الطقم البايركس برضو. وهنا طقم الشاي ده جميل جدا برضو ما شاء الله، حاجتها كلها جميلة، ربنا يبارك لها فيها يا رب. فالبنات اللي محتارة مثلا في فرش شقتها، او محتارة تجيب ايه والذوق ايه، بجد الفيديوهات دي بتعرف البنات حاجات كتيرة جدا هي مش عارفاها. مش عيب خالص يا بنات ان احنا نتعلم من بعض، مش عيب ان انا اجيب فيديو اتعلم منه في اي حاجة ايا كانت. محتارة في حاجة، عايزة اتعلم اكلة، عايزة اتعلم اي حاجة، مش عيب. حتى بصوا شايفين ما شاء الله يعني حتى تحت الحوض هي مستغلية في حاجات اللي هو بقى مش البلاستيك ومساحيق وكلام من ده، لا هي مستغلية في طقومة الحلل والحاجات دي. مخلية جنب صغير كده برضو للبلاستيكات الزيادة، ولمسحوق الغسالة والصابون والمفارش الزيادة البلاستيك. بس كده احنا داخلين بقى على اوضة اللي هي اوضة المعيشة، زي ما بيقولوا في اسكندرية بيسموها اوضة معيشة. دي اوضة المعيشة كده ما شاء الله، كانت برضو الوانها جميلة جدا. انا عجبني اول لون الركنة والستارة بجد تحفة ما شاء الله. شقتها انا عجبتني قوي ما شاء الله عليها. ذوقها بجد عجبني قوي. بجد شقتها كانت هادية كده ورقيقة ما شاء الله. كانت برضو ده سحارة شلها حاجات كتيرة جدا، هي كانت زيادة عندها. السحارة بجد بتنفع مع العرايس اللي ما عندهاش دولابين او عندها اماكن صغيرة. ودي كده كانت الشقة كلها ما شاء الله، ربنا يبارك لها فيها يا رب. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتشجعوني كده، واشوفكم على خير.